طبعا جينا شي غريبه بكم نعم السميع مبارك الله على الشهر اللي كنت نقول لك دكتور الله يخلي لكم الصحه والسلامه على جميع المغاربه والمسلمين. في آخر ظهور علني للفنانة المغربية القديرة نعيمة سميحة أطلت على جمهورها خلال شهر رمضان المبارك، حيث قدمت تهانيها وتبريكتها بحلول الشهر الفضيل. عرف عن نعيمة سميحة حرصها الدائم على التواصل مع محبيها في المناسبات الدينية والوطنية، مما يعكس مدى ارتباطها بجمهورها وتقديرها لهم. وقد شكل رحيل نعيمة سميحة صدمة وحزنا كبيرا في الأوساط الفنية والجماهيرية، مع العديد من الفنانين المغاربة والعرب الراحلة معبرين عن أسفهم لفقدان قامة فنية. كتب الفنان سعد المجرد على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: فقدنا اليوم فنانة عظيمة ستظل أعمالها خالدة في ذاكرتنا. كما أعربت الفنانة جنات عن حزنها قائلة: رحم الله الفنانة الكبيرة نعيمة سميحة، ستبقى في قلوبنا بأغانيها وإبداعاتها. الجمهور المغربي بدوره عبر عن حزنه العميق لفقدان أيقونة من أيقونات الفن المغربي، مؤكدين أن إرثها الفني سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة. وبرحيل نعيمة سميحة يفقد المغرب والعالم العربي صوتا أصيلا وفنانا قدمت الكثير للموسيقى المغربية، وستظل ذكراها حية في قلوب محبيها وعشاق فنها.